بادم، واهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. قولي بقى، انتوا بتشتركوا في الفيديوهات معاهم؟ بنشترك ازاي؟ يعني بيصوروكوا، قصدي بتدخلوا اصلا ما اتفرجتش غير على فيديو الحمل ده بصراحه. تمام. لكن انتوا عموما بتصوروا الفيديو يعني مع بعضينا. اه بس كل واحد ليه اكونت لوحده. اوكي، يعني انت كمان كل واحد ليه صفحه لوحده. ايوه، يعني انت بتعمل فيديوهات لوحدك؟ والله؟ يعني انا عندي صفحه لوحدي، انستجرام، فيسبوك، كده كل واحد مختص بنفسه. بس احنا مع بعض. لكن لما الفيديو يبقى فيه كلكم بينزل عند مين؟ لو انا عامل فيديو مقترح مثلا فيديو بينزل عندنا. لو مثلا نانسي مقترحه فيديو، فوفا مقترحه فيديو، يعني كل واحد حسب ما بيفكر. يعني اللي بيقترح الفيديو بينزل بتاعه فكرته. ماشي. وادم بس عنده؟ ادم عنده يعني شويه، مش عارف ليه. والله جدع، اجدع واحد. ما بحبش السوشيال ميديا. برافو عليك والله. طب قولي ليه؟ يعني هو انا ما بحبهاش كشخصيه. ليه؟ هي وانا شخصيا ما بحبهاش، ما بحبش اطلع على السوشيال ميديا عامه. ليه؟ يعني ممكن تتكلم بصراحه بس مش بصراحه قوي. سيبه يتكلم ماشي. بس والله يعني انا ما بحبهاش خلاص بابا قالك كطريقه اتكلم خاصه كده، بصراحة. اللي هو ما بحبهاش من قلبي. انا ما بحبش اطلع على السوشيال ميديا. يعني مثلا لو طلعت نفسي اطلع ممثل مثلا. لكن حد يصور حياتك كده لا. لا السوشيال ميديا لا. فكرش. ما عندكش سبب معين؟ لا ده انا بقدر اتحايل عليه. ما بحبش اي بس هو اكيد قايل لك ليه، انت قلت له ما تقولش؟ لا والله. لا ما قلتلوش حاجه والله. لا قلت له لا والله ما تقولش. قلت له ما انا تقولش. كان داخل حاجه فيها حاجه. لا هو يعني بيحس اكترية السوشيال ميديا فيها فيك. ايوه فهو هو واقعي. بحسها كذبه كبيره. هو ده. بص قلت لك ايه؟ ما انا مش عايزه يفتح في قال الكلام. لك كذبه كبيره فعلا. فعلا هي كذبه كبيره فعلا. عشان كده هو ما بيحبهاش حتى. برافو يعني عليك. اما باجي بعمل فيديو ولا حاجه اقول له تعالى، يعني تعالى اظهر. لان هو الناس ما بتبقاش فاهمه انك بتنقلهم اللي انت عايز توريه لهم. بيتخيلوا ان دي حياتك، ففي ناس بتتعقد، في ناس بتتعلم دي حاجات حقيقة. غلط، وفي ناس بتبقى ناقمه على حياتها. فبرافو عليك، كذبه كبيره دي. ده عندكم سنه؟ ادم 11 سنه. برافو عليك والله، يعني قلت كلمه بجد. برافو عليك. هم فعلا بابي بقى الناس مشترك في الكذبه. لا مش كذبه. هو انت موضوع السوشيال حاجات ميديا ده بتتفيك كتير. طبعا هي كلها فيك من اولها لاخرها. يعني كان في فيديو فوفا عاملاه من قريب هي ونانسي، طالعه بتتكلم عادي. يعني هم قالوا هيهزروا. فان هي نانسي بتاخد يعني بتمنع منها الفلوس والكلام دوت. وبعد كده نانسي ظهرت قالت ان دوت مش حقيقي ومش كل حاجه تشوفوها تصدقوها والكلام دوت. مواقع خدت الفيديو اللي هو اوله بس ما خدتش بقيته. طبعا. فدي مش حاجه بتبقى لطيفه حاجه لا مش لطيفه. فاللي بيتفرج المشاهد مش عارف. اول ما جم يقولوا لك ان هم، او انت اول ما اتجوزتها من 11 سنه، اكيد نانسي كانتش بلوجر. لا كانت لسه انا نانسي معايا وهي في كي جي 2 بالظبط. انت بقى لما يعني عملوا لك كده مقدمه ان هيبتدي نانسي تعمل فيديوهات وانكم تعملوا فيديوهات مع بعض وبتاع، تقبلت الفكره على طول ولا؟ هو انا تقبلت الفكره ليه؟ لان حضرتك عارفه اي حد بيعمل فلازم بيبقى بنات وشباب كابلز. فانت عامل معايا، فما كانش حد يعرف ان انا جوز مامتها. اوكي. كانت كل الناس عارفه ان هي بنتي انا باباها. فابتديت اعمل معاها، فالاكونتات بتاعتها عليت. فقالت لي طب ما تعمل انت بقى لوحدك. قال لي لوحدك، يعني اعمل انت بقى قناه لوحدك. قلت انا مش في دماغي، انا بعمل معاك عشان دي ما تبقيش لوحدك. بس مش في دماغك ليه؟ هي برضه حاجه مربحه. ما هو كانش في دماغي. يعني بتطلع دخل قصدي. انا شغال. شغل انا ملوش دعوه بالسوشيال ميديا خالص. يعني انت عندك شغل. انا شغال في البترول. طب انت مش محتاج تعمل. ما هو انا ما كنتش محتاج. فهي جت كده. اوكي. بس طيب فيديو زي فيديو الحمل ده مثلا ما ضايقكش؟ لا اكيد هتضايق. لو قلت ما اتضايقتش هبقى كداب. اتضايقت من ايه بقى بالظبط؟ من رد فعل نانسي. انا ما كنتش متخيل ان هي تبقى ايه، زعلانه. اكيد انت تبقي فرحانه. انا قلت لهم ان هو الفيديو لطيف بس فيه جملتين كده ما كانوش لطاف. اللي هم انت عارف قصدي عليهم ولا لا؟ ما قلت لها انتوا كنتوا بتعملوا كده امتى؟ ما هي مثلا يعني ايه، هي قالتهم كده عفويا. بس انت ما ضايقوكش ان هم طلعوا يعني؟ لا هو مفيش حاجه ما بتضايقش. هو مفيش حاجه ما بتضايقش. بس هو بعد كده لما قعدت معاها يعني هي مش فاهمه هي قالت ايه.
مش فاهمه حجم العيب. لا هي بتقول لي دي كلمه مش عيب، قلت لها لا هي كلمه لا هي عيب. دماغها طفله جدا. ما انا لاحظت ده، دماغها طفله عشان جدا، كده ما قرصتش عليها. وممكن تقول حاجه هي مش فاهماها، هي مش مستوعبه هي قالت ايه. واخده الموضوع بسهوله. اه ممكن تقول لفظ كبير وهو مش بالظبط كده. على فكره ده 3/4 البنات اللي على السوشيال ميديا بيعملوا كده. يعني ممكن تعمل موقف معين او تقول كلمه معينه هي مش عارفه حجمها، بالظبط كده. يعني بعد كده ممكن تدخلها في حاجه كبيره. لكن مش ممكن تيجي تطلب منهم انهم يحذفوا فيديو او يشيلوا كلمه من فيديو بعد ما يطلع. بعد ما ينزل ويطلع هو صعب. خلاص نزل وطلع انتشر خلاص. يعني الحلقه بتاعت حضرتك مثلا اتذاعت، يعني انت قصدك ان انت مؤمن ان لما الطلقه بتتضرب خلاص هي اتضربت. حتى لو مش انت ترجع خدته وشلت هيبقى في حد تاني خده خلاص اتاخد في ثواني. لان الفيديو بينزل يعني مثلا انا يعني على صفحتي حسب انت هتتختش. بنزل صفحتي مثلا يعني في خلال ساعه ساعتين ممكن الفيديو يوصل 3 مليون. فحتى لو انا شلته خلاص هو خلاص شاهد. اهو اتشال. الناس بتعرفكم في الشارع طبعا. ودي حاجه هي حاجه حلوه وحاجه وحشه طبعا. هي يعني حضرتك انا قاعده في ديت من مكان الاسباب اللي انا ما بحبش بيها بس انت لو هتمثل هتبقى اكتر منهم. ماشي. مش بنزل، هكون مش بنزل من بيتي كتير، مش محتاج حاجه. نجم بقى. لان انا قاعد في بيتي. نجم بقى مش محتاج تنزل محتاج البيت. حاجه، مش محتاج انزل من هنزل كل فين وفين هتقبلكم عادي. اتصور معاكم عادي. على الاقل هيكون ليا اسمي، مش ليا اسم في السوشيال ميديا، ليه اسم بقولك هو كنجم. يعني هو لازم مش هتخش، لا لازم انا هروح، انا هخش. لا شفت قال لك ايه؟ قال لك على الاقل هيبقى ليا اسمي مش زي اللي على السوشيال ميديا. يعني قصدك يا عم انا على السوشيال ميديا انت بتغلط فينا احنا. لا ايوه قصدي ان السوشيال مش ميديا السوشيال كل ميديا. الناس دلوقتي بتعمل فيديوهات، كل الناس. تمام. لكن النجم نجم. يعني كريم بالظبط عبد العزيز كريم عبد العزيز، طبعاً. احمد السقا طبعاً. النجوميه ليها. يعني قصدك ان برضو التمثيل ده التمثيل التمثيل ليه حجمه، والبلوجر والحاجات دي لها حجمها.